السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة انا حابة اعلمكم طريقة جديدة لسحب الخيط من الشلة. طبعا الطريقة العادية اللي احنا عارفينها ان احنا بنفك الليبل او الورقة بتاعة الخيط، وبعدين بنبتدي ان احنا نسحب من طرف الخيط اللي بيبقى ظاهر قدامنا. دي الطريقه العاديه، بس الطريقه دي عيبها ان هي لما انت بتبقي قاعده وانت بتشتغلي بتضطري ان انت تحطي الخيط على الارض او في مستوى اقل منك، بحيث ان انت تسحبي منه بحيث ان انت تشدي الخيط، وبتلاقي ان الشله او البكره بتروح منك في حتت كتير وبتتحرك منك في اماكن طول ما انت بتسحبي منها، وبتضطري ان انت تحطيها في كيس او في شنطه او في حاجه زي كده. كمان لما بتحتاجي ان انت تشتغلي بفتلتين من نفس الخيط او البكرة، بتضطري ان انت تعملي تكوني بكرة تانية لوحدها او شلة تانية لوحدها عشان يبقى عندك فتلتين تشتغلي بيهم من نفس الخيط. الطريقة اللي انا عايزة اعلمها لكم النهاردة طريقة هتسهل عليكي طريقة سحب الخيط، وهتخلي شغلك اسهل واريح وانتي بتشتغلي. فهتبدأي ان انت تجيبي الشله بتاعتك وتشوفي فين بدايه الخيط اللي هو بيبقى جوه الشله، تحاولي تشوفيه لو هو ظاهر من جوه الشله. لو هو مش ظاهر هتبداي ان انت تمدي ايديكي وتحاولي ان انت تطلعي الخيط اللي بيبقى جوه بالشكل ده كده. هو يعني طبعا هتلاقيه متلعبك شويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اوكي، بس مفيش مشكلة، ما تتخضيش من الشكل ده. كل ده هنحاول ان احنا ننظمه ولغاية بس ما نشوف فين بداية الخيط. اوكي كده انا لقيت بداية الخيط عندي تمام. فهبتدي ان انا امسك بداية الخيط في ايدي بالشكل ده كده، اوكي، وبحيث ان انا اسيب منه مسافة، لان هي دي المسافة اللي انا هسحب منها. وهبتدي اعمل الخيط بالشكل ده كده، اوكي، والفه على الصابع التاني بالشكل ده كده، وابتدي الف زي ما اكون بعمل فيونكة او نمبر 8 رقم 8 بالانجليزي بالشكل ده كده. هوريها لكم تاني. بمسك الخيط في ايديا بالشكل ده كده، اوكي، وبسيب منه مسافة، وبعدين ببتدي الفه على صبعي بالشكل ده كده، وبعدين بلفه على الصابع التاني بالشكل ده كده، وببتدي اكمل بنفس الطريقة بالشكل ده كده. اوكي، هبتدي الف داير ما يدور كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وطرف الخيط لسه ظاهر قدامي. اوكي، لحد ما احس ان ايديا اتملت شويه، فابتدي اطلع اللفه دي من صوابعي، اوكي، وهبتدي اقفل عليها بالشكل ده كده تمام. وبعدين ابتدي الف في الاتجاه المعاكس بالشكل ده، وابقى دايما واخده بالي ان طرف الخيط يبقى باين عندي. هبتدي الف بالشكل ده كده، واعكس الناحية التانية. وابتدي اغير الاتجاه واعكس في الناحية التانية. اوكي، لحد ما الاقي ان انا وصلت خلاص للشلة. اوكي، فهبتدي احط البكرة بتاعتي جوه الشلة بالشكل ده كده،
وارجعها تاني جوه الشلة. وطبعا ابقى واخده بالي ان طرف الخيط يبقى باين وطالع، لان هو ده اللي انا هسحب منه. اوكي، وابتدي انظم الشلة تاني بحيث ترجع لشكلها العادي. وبكده انا خلاص خلصت وابتدي اسحب عادي من الخيط بتاعي بسهولة. في الاول هلاقيه يعني معاكس شوية وهو بيطلع، بس بعد كده هلاقي ان هو بيطلع بسهولة معايا، وهقدر ان انا اسحب منه الخيط بسهولة وانا قاعدة. اوكي، خلاص هو كده بقى سهل معايا في الطلوع. وزي ما انتم شايفين انا بسحب منه والشلة تقريبا ثابتة في مكانها، ومش محتاجة ان انا احطها على الارض او ان هي تتحرك مني في اي مكان تاني. بسحب منها بسهولة خالص وما بتتحركش من مكانها. وفي نفس الوقت لو حبيت ان انا اشتغل بفتلتين من نفس الشلة، هبتدي ان انا اشيل الليبل وابتدي ان انا اجيب طرف الخيط اللي هو بيبقى باين تحت الليبل، وابتدي اعمل اجوز الخيط واشتغل بفتلتين مع بعض من نفس الشلة، والاتنين هيطلعوا معايا بسهولة وابقى حافظت على شكل الشلة. دي الطريقة اللي انا حبيت ان انا اعلمها لكم النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منها. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اعملوا لي لايك، وعشان تتابعوني دايما وتشوفوا كل الجديد اللي بقدمه اشتركوا في القناة واضغطوا تحت الفيديو على كلمة اشتراك او سبسكرايب. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.